السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. في البداية أحب أرحب بالسادة المتابعين وأقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، كل سنة وأنتم طيبين جميعا، ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بخير يا رب، أعادها الله علينا بالخير واليمن والبركات. تعالوا نعمل مع بعض بقى النهاردة شوية بوري مشوي، بصوا حكاية يستاهلوا بقكم جميعا. جبنا شوية رز مصر غسلناهم غسيل حلو تحت المية، وبعد كده حمرنا شوية شعرية حلوين. تمام. قلنا نعمل جنبهم شوية رز بشعرية وسلطات بقى وشوية حاجات حلوين كده من اللي قلبكم يحبهم. تمام. ونعمل مع بعض شوية بوري مشوي في الفرن البلدي يستاهل بقكم جميعا والله العظيم. صحة وعافية على قلوبكم يا رب. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية كلها بخير يا رب، أعاده الله علينا مجبورين كاملين، لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم امين يا رب العالمين. وحشتوني 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 يا اغلى اخوات في الدنيا واحلى عيله. ربنا يديمكم في حياتي دايما وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا يا رب، احلى عيله في الدنيا. والله العظيم انا بحس ان انتوا اهلي، انتوا عيلتي التانية. ربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا يا رب. طبعا هنا جبنا طماطم وجبنا حاجات، لسه بقيت السلطه بقى الخضره وكده في جنبي، بس ما قلت اغسل الحاجات اللي هي عايزه تتجهز الاول. بعد كده بقى نزلت الفرن البلدي بقى وجماله وحلاوته، شايفين؟ هو فرن صغنطوط كده على قدي بس حلو. انا عندي الفرن الغاز الكبير وعندي اللي هو الميكرويف والحاجات دي، بس بجد انا بحب طعم الحاجه في الفرن ده، بيبقى لها طعم تاني، حكايه حكايه بجد. تمام. طبعا الفرن ده بنشغله هنا بالخشب، دي اللي هو اسمه اقفاص او صناديق خشب. بنبدأ ان احنا نولع بها الفرن كده، بتخلي النار تبقى حامية. طبعا هنا البوري بدأت ان انا اجيب الردة دي اللي هي اللي هي نخالة الدقيق، نخالة القمح. تمام. لو مش عارفين يعني ايه ردة، حبايبي اللي من خارج مصر، اللي هي نخالة القمح. اما القمح بالطحن يبقى عبارة عن بودر كده دقيق، بيطلع الردة دي. تمام. هبدأ هنا ان انا اعملها في الردة كويس وابدأ اشويها. طبعا عندي ابني ما بياكلش السمك المشوي زي ما انتوا عارفين ومتعودين طبعا، فلازم اعمل له سمك مقلي. طبعا كنت مجهزه له فوق قبل ما انزل، كان جاي له سمك وكده قلتها له. وبدات ان انا بقى والله العظيم كل ده وانا بجهز وقران المغرب بيقول انا بحب اشوي ساعه قران المغرب، بحب الاكل يبقى سخن كده، بيبقى له طعم تاني بجد. تمام. هنا طبعا بحط الخشب، بخلي الفرن يصهرج اكتر كده. تمام. هبدأ ان انا ارصه. هو الفرن خلي بالكوا جديد، يعني هو مش معمول حلو حتى اجيب حد يعمله، بس قلت اهو مشينا شويه لما حد يجي، كان الجو برد وكده، ما قلت لا عشان ما حدش يجي يعمله برد في البرد وحرام يعني وكده، فقلت ان شاء الله بعد رمضان هخلي حد يجي يظبطه ظبطه حلو. لان مش بستخدم الفرن كتير بصراحه، بس انا بحب الفرن اللبن اللي هو البلدي ده في الاكل، بيبقى له طعم حلو أوي. شايفين؟ الله على الجمال والحلاوه، حاجه بجد تحفه. ايه رايكم بقى في الاجواء الفلاحي دي والحاجات الفلاحي دي وخير مصر واجواء مصر حكايه. صحة وعافية على قلوبكم يا رب. شايفين النار عاملة ازاي؟ ده من القفاص يا جماعة. هنا طبعا السمك دخل معانا، يعني معنى كده ان هو بدأ يتحمر من الجنب. ما نحاولش ان احنا نسيبه يلطع، نحاول ان نقلبه يمين وشمال بحيث ان برضو ما يلسعش منك او ما يتحرقش. تمام. عاملين ايه في رمضان؟ كل سنة وانتم طيبين. هتفطروا ايه النهاردة؟ هتفطروا ايه في رمضان؟ عشاق البوري وعشاق الاسماك بمعنى صح يقول لي في التعليقات، انا بحب السمك. تمام. كل سنه وانتم طيبين، ويا ريت لو وصلنا لحد هنا حبايبي ما تبخلوش عليا باللايك والشير. آه يعني عندي المشاهدات ضعيفه، بالله عليكم حاولوا ان انتوا تشاهدوا الفيديو للاخر فضلا وليس امرا. ربنا يسعدكم يا رب زي ما بتسعدوني دايما، وبكومنتاتكم الجميله اللي بتسعدني دايما لما بقراها وبشوفها. ما تحرمش منكم احلى اخوات في الدنيا. ربنا يديمكم في حياتي. وربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني دايما بكلامكم الحلو وبوقفتكم معايا. واحب ارحب برضو بحبايبي واخواتي اصحاب القنوات، ربنا يبارك فيكم يا رب ويديمكم دايما في حياتي، احلى اخوات في الدنيا، ربنا ما يحرمني منكم. قناة يوميات مطبخ يوميات ام ادم، قناة بيضة ورغيف، قناة حسن الكينج، قناة موزين جيش كابتن حسن، قناة مطبخ يوميات وسام، قناة يوميات أميرة ومحمد،
قناة يوميات أميرة ورمضان، رمضان وأميرة، كل حبايبنا، قناة فراشة، قناة ممدوح المصري، كل حبايبنا أصحاب القنوات والله ربنا يسعدهم يا رب، قناة سومة، قناة توتة وملك، ربنا يسعدهم يا رب ويدومكم دايما في حياتي. والله العظيم قنوات كتير يا جماعة، ان شاء الله اقول لكم على اسمائهم برضه. طبعا بقول لكم على الاسماء دي على اساس كل اللي داخل يتفرج عندي على الفيديو يا ريت فضلا وليس امرا منكم تدخلوا عندهم وتكبروا بخاطرهم زي ما بتكبروا بخاطري، ما تحرمش منكم ابدا ابدا يا احلى اخوات في الدنيا. ربنا يسعدكم زي ما بتسعدوني. ايه رايكم في البوري بقى هنا وحلاوته؟ حاجه حكايه، حاجه فاخر من نوع الاخر، يستاهل بقكم جميعا والله. صحة وعافية على قلوبكم. طبعا هنا السمك طالع من الفرن سخن. طبعا دي الدقة بتاعته او التتبيلة دي عبارة عن فلفل احمر وشطة حمرا، اخضر يعني شطة حمرا وفلفل احمر وتوم بقشره، بتشيل الغلاف اللي بره بس وبتدقيه معاها او بتفرميه في الخلاط، وليمون وبهارات بقى سمك، اي بهارات عندك بتضيفيها عليها بتدي طعم حلو قوي قوي. والقرفه يا جماعه اللي هي البودر بصراحه لو حطيت منها على السمك اللي على البوري بتدي طعم حلو قوي قوي بجد. ايه رايكم بقى والله ما اخد منه وقت ما شاء الله، الخشب والحاجات دي بتطلعه في لحظه. خلي بالكم يا جماعه السمكه لما بيشوها بالطريقه دي تحس انه زي اللي مشوي على الفحم، بياخد من طعم الخشب كده والحاجات دي بجد بجد، تحس ان طعمه جبار غير السمك التاني او غير ما بشويه في الفرن الغاز. تمام. هنا طبعا الشرع بتاعنا بقول لكم خلاص انا كنت شاويه كده وطالعه، بقول لكم ده الفانوس اللي انا عاملاه اهو، ايه رايكم فيه؟ هبقى اصوره لكم في يوم وهو شغال بالليل بينور. وصلنا للمرحله الاخيره، مرحله تقديم الاكل. ده طبعا السمكه المقليه بتاعتي ابني، انتوا عارفين انه ماليش في المشويات خالص ولا في اي انواع سمك، هو بياخد السمك المقلي ده وحته من الجنب كده ويقوم سايبها، خلاص انا كده اكل. هو عموما ماليش في السمك يعني، بس هو بيصعب علينا نقول لا ما ينفعش الظل. طبعا هنا عملت شويه رز بشعريه زي ما انتم شايفين، ادي البور المشوي، الله الله على الجمال والحلاوه. تمام. هنا بقى شويه سلطات كده، سلطه خضراء مع طماطم مع فلفل مع جزر، شويه زيتون مخلل على الليمون. تمام. في بتنجان برضو مخلل، جرجير، بصل اخضر. ايه رايكم بقى في الجمال ده؟ حاجة بسيطة وحاجة اقتصادية، يا رب تكون نالت اعجابكم. ما تبخلوش عليا باللايك والشير وتفعلوا الجرس، وحبايبي اللي دخلوا القناة لأول مرة فضلا وليس امرا منكم تدعموني بالاشتراك عشان القناة تكبر بكم بإذن الله واقدر اوصل، وربنا يديمكم دايما في حياتي ويسعدكم زي ما بتساعدوني بكلامكم الجميل. ودي السفرة الرمضانية بتاعتنا، سفرة محندقة كده على قدنا صغيرة، واقول لكم اشوفكم في فيديو اخر، مع السلامة.